شايفة المَيّة اللي نازلة من البطانية دي؟ أهي المَيّة ديّة نزلت منها من غير ما ألمسها تمامًا، أنا عايزة أقول لِك البطانية بتنضف معاكِ من غير ما تيجي ناحيتها، حرفيًا كده هاقول لِك على خطوات لو لمّيتِ بطاطينِك ويالّا ابدئي في غسيل بطاطينِك قبل ما تشيليها، واوعي تكوني من الناس اللي بتشيل بطاطينها كده وتقول لِك هاغسلها إن شاء الله بقى على الشتا الجاي، اوعي تعملي حركة زي دي. الموضوع يا بنات صعب جدًا لمّا تيجي تشيلي بطانيتِك، اوعي تشيليها أبدًا، أبدًا، أبدًا وهي متسخة، لإن بالتالي هتعمل ريحة وهتعمل عِتّة وهتعمل حاجات مش حلوة خالص، فخلّينا كده متفقين لازم نشيل بطاطيننا، فيالّا لمّي بطاطينِك بقى معايا وتعالي كده يالّا بينا نغسلهم ونخلّيهم زي الفل. بُصّي يا ستي الكل وست الناس كلّها قبل ما نبدأ كده صلّي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعًا في خطوات كده أنا باعملها عشان أغسل البطانية وتطلع زي ما شُفتِ كده في الأول فُلّة شمعة منوّرة، باعمل إيه، باعمل خطوات كده لازم بتكون بسيطة جدًا. أولها كده بنات عشان تطلع البطانية ريحتها حلوة ومش عاملة ريحة بعد ما شِلتها، لإن طبعًا بالتالي أنا باشيلها نضيفة عشان ما تطلعليش ريحتها مش حلوة تمامًا ولا فيها حشرات. دي أهم حاجة بنبدأ بيها كلام كده. طبعًا أنا باوريكِ الأول كده حاجات بسيطة، لكن لسه هنبدأ الفيديو دلوقتي وهاقول لِك على الحاجات دي قبل ما نبتدي كده ونشوف إحنا هنعمل إيه. أولًا يا بنات ما ينفعش أبدًا زي ما قُلت لِك إن إحنا نشيل البطانية باتساخاتها، فهاتي بطاطينِك كده وتعالي، أول خطوة هتملي عندِك طِشت بقى بالعربي كده أو بالبلدي كده طِشت اللي بتغسلي فيه أو الطبق اللي بتغسلي فيه أو البانيو، تمام؟ هتمليه مَيّة كده والمَيّة دي يا بنات لازم تكون سخنة، إيدِك تستحملها أو مثلًا أكتر كمان، تمام؟ لإن من العوامل اللي بتنضّف لي البطانية حلو أوي هي المَيّة السخنة. أنا عايزة أقول لِك ما شاء الله تبارك الله، إذا كان غسيل أو بطاطين أو مفروشات عايزة تنضّفيها من غير مجهود، هي المَيّة السخنة بنات. طبعًا إزازة الكلوركس اللي حضرتِك شايفاها ديّة طبعًا أنا حطيت مسحوق الأول، مسحوق الغسالة العادية، حطيت حوالي كوباية كده، وحطيت كمان شوية من كلوركس الألوان، وكلوركس الألوان ده بنات كان جاي لي هدية، فحطيت منه شوية الحمد لله يعني، واتخلّصت منه في الغسيل والحاجات دي كلّها، لإن إحنا عاملين مقاطعة وكده، كده أنا ما باجيبش كلوركس من برّه تمامًا، فالإزازة دي كانت عندي أساسًا واستعملتها، تمام؟ هاحط بقى البطانية بتاعتي مع إيه، مع المكونين اللي إحنا حطيناهم اللي هو مسحوق الغسالة العادية خالص، وده عايزة أقول لِك تنضيف وتعطير حاجة كده تحفة التحفة بنات. أظن غسيل البطانية بنات والله ما مُضلِع ولا فيه حاجة مشكلة ولا مثلًا مُجهِد ولا الكلام ده كُلّه. أنا عايزة أقول لِك بكل سهولة هتغسليها غطّسيها بقى في المَيّة ديّة، المَيّة ديّة لمّا تكون سخنة عايزة أقول لِك بتسحب كل الاتساخات الموجودة في البطانية. أهم حاجة يا بنات أي مفروشات بتغسليها وعارفة إن هي فيها اتساخات جامدة، حطيها في قلب المَيّة السخنة دي، هتيجي تقولي لي ده هتكرمشها، مش هتكرمشها صدقيني هتطلع زي الفل، بس المَيّة مش إحنا مش بنحط مَيّة مغلية، إحنا بنقول مَيّة سخنة، المَيّة السخنة اللي هي تقتل لي بقى الميكروبات والبكتيريا والحاجات اللي بتكون موجودة في البطاطين أو في المفروشات. نزّلت عليها زي ما حضرتِك شايفة كده، فتحت عليها المَيّة السخنة، بُصّي بقى منظر المَيّة بعد ما فتحتها بشوية، يعني أنا ما كنتش لسه يعني ما لمستهاش ولا لمستها والله كمان. يعني أنا عايزة أقول لِك البطانية مجرد ما بتقلّبي فيها شمال ويمين كده، بتلاقي المَيّة نازلة اللهم بارك زي ما حضرتِك شايفة كده، بتنزل لوحدها كل حاجة. وفي تحذير بقى هاقول لِك عليه، في ناس من يعني تقول لِك إيه زيادة نضافة بقى خلّينا نحط شوية كلور أبيض، اوعي تحطي ماء الجافل أو الكلور على البطاطين، اوعي تعملي حركة زي دي، لإن الكلور أو الماء الجافل لمّا بتحطيه بيعمل حاجتين، أولًا بيبهدل لِك الأنسجة بتاعة البطانية، ثانيًا لمّا بتيجي تشيليها وتيجي تستعمليها في الشتا اللي بعده، هتلاقي ليها ريحة كده مش حلوة، الكلور بيعمل ريحة مش حلوة أوي يا بنات في المفروشات، لا بطاطين ولا سجاد، اوعي تستعملي الكلور الأبيض تمام، بُصّي الاتساخات اللي نازلة عاملة إزاي، بُصّي بقى ست الكل وست الناس كلها أنا عايزة أنا باوريكِ بس شكل البطانية بدأت تزهزه إزاي، واتعمدت إن أنا أجيب لِك بطانية فيها فواتح، لإن الفواتح دي أكتر حاجة بتبين لِك في الفيديو هنا إن طبعًا في نضافة أو ما فيش، بُصّي المَيّة عاملة إزاي ودي كانت أول مرّة أنا باغسل فيها، عايزة أقول لِك بقى مش دي أول مرّة، أنا طول ما المَيّة بتنزل عندي مش نضيفة باغيّرها تاني، يعني بابدّلها تاني وأحط مسحوق تاني، وعندِك بقى التعطير مع الموضوع ده هو المسحوق بتاع الغسالة العادية مش محتاج معايا أبدًا إنِّك يعني تحطّي معاه تعطير، لإن ما شاء الله يا بنات اللهم بارك، أنا كنت هنا مستعملة الأوكسي ما شاء الله تبارك الله ريحته حلوة جدًا في التعطير كمان وفي التنضيف. بُصّي المَيّة عاملة إزاي، ده خير دليل أهو إن البطانية بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله نضفت يعني منزّلة عايزة أقول لِك 90% من الاتساخات اللي موجودة فيها. هاسكت؟ لأ ما اسكتش، عملت إيه، نزّلت المَيّة المتسخة دي كلّها
وبدلتها تاني بميه من اول وجديد تاني بعد ما خلاص اتخلصت من الميه اللي هي مش نظيفه دي. انا بوريلك مراحل غسيل البطانيه السهله البسيطه اللي مش هتتعبك ابدا ابدا. يعني لو انت هتغسليها في البيت وقلقانه كده انك تغسليها، لا انا بقولك ما تقلقيش يا ست الكل، وخشي بقلب جامد كده واغسليها، لانك مش هتتعبي فيها، والله ما هتتعبي فيها تماما. لان هي اصلا الموضوع مش هتلمسيها، انت مجرد بس ما بتغطسيها في الميه وبتيجي تصفي الميه تاني بتلاقي كل الاتساخات اللي موجوده في البطانيه عندك نزلت لوحدها من غير ما تيجي ناحيتها. تمام. بصي بقى بدات اغير الميه تاني، الميه تاني برضو بنفس الطريقه، الميه السخنه اللي هي ايدي تتحملها او البطانيه ما تكرمش منها، لان انا مش هنزل ميه مغليه زي احنا ما اتفقنا. الميه بتكون اوريدي طبيعي ان انت تتعاملي معاها عادي جدا، مش الميه بقى اللي هي بس تلسع ايديكي دي، لا خالص. نزلت تاني بمسحوق من الغسالة العادية ده، ما شاء الله يا بنات تحفة تحفة تحفة. بصي انا بحبه بحبه بجد، يعني اللي هو ايه، حاجة كده جميلة في التنظيف وتعطير كمان. يعني انا هنا لو خدتي بالك بقى وهتاخدي بالك لنهاية الفيديو، انا ما استعملتش اي معطر، لان طبيعي جدا ان المسحوق بتاع الغسالة العادية لما بيكون حلو بتبصي تلاقي ليه ريحة عطرة حلوة او الريحة بتاعته حلوة، فبتلزق فعلا ريحته في قلب البطانية ديت او في اي مفروشات انت بتغسليها، فبالتالي مش بتحتاجي التعطير. انا ببينها لست البيت البسيطه خالص اللي هي لا بقى ليها في المنظفات ولا ليها في الكلام ده كله. بصي الغسيل العادي خالص اللي مفيش ابسط منه. وطبعا لو عايزه تحطي كلوروكس الالوان من اللي احنا عاملينه في القناه، اللهم بارك هيديكي نتيجه ولا اروع ولا اروع ولا اروع. غسلنا البطاطين قبل كده بطرق كتيره يا بنات، وحطينا زهره بيضه وحطينا حاجات كتيره، وكل ما بتزودي مكونات كل ما البطانيه بتاعتك بتروح فله شمعه منوره. ولكن انا خليني اقول لك هنا، لما بتزودي المسحوق هنا في الغسيل اللهم بارك بيطلعها لك فله من غير فعلا والله ما تلمسيها. يعني انا بغسل بطاطيني بكل سهوله بنات. عايزه بقى تزودي وفيكي بقى حته الايه الوسوسه بتاعه النظافه دي، لو عندك عيل كده عيلين اديهم كده خليهم فوق البطانيه يستحموا كده ويدبدبوا برجليهم كده عليه، هينزلوا لك كل اللي فيها ده لو احنا بقى بنعمل كده يعني في البيت. تمام. هاتي بقى بصي ست الكل، انا ده تاني مره، وعايزه اقول لك ان طول ما البطانيه بتنزل ميه مش نظيفه خليكي وراها، خليكي وراها لغايه ما تخلي لك الميه كده ما شاء الله نازله رايقه وما فيهاش اي حاجه. دي اهم حاجه، لان طول ما الميه بتنزل مش نظيفه اعرفي ان البطانيه لسه فيها اتساخات. اهو بصي الميه عامله ازاي، ده كان تاني مره. تالت مره بقى كانت هي التالتة تابتة، اللي هي بصي بقى خلاص مفيش بعد كده نظافه اللهم بارك. دي كانت تاني مره نزلت منها الميه اللي حضرتك شايفاها دي. تالت مرة بقى اللهم بارك يعني ما عملتش فيها أزيد من إن أنا نضفتها شطفتها، خلاص على كده الموضوع انتهى، واللهم بارك يا بنات طلعت زي الفل. ولا تقولي لي بقى دراي كلين اللي بيطلعوا الحاجة ريحتها استغفر الله العظيم، يعني أنا كانت ليا تجربة سيئة جدا معاهم، فخلاص تبت عليها الصراحة يعني. بس الحمد لله، بس ندعي ربنا ان يدينا الصحة ونعرف نكمل على كده. بس ما شاء الله تبارك الله بنات، حاجتك في البيت بتعمليها فعلا بايديكي، عمر ما حد هيعرف يعملها لك زي ما انت بتعمليها ولا بتطلعيها من تحت ايديكي. طبعا الحاجات اللي بتتغسل بره ما بتعرفيش هي دخلت مع حاجة مين وفيها ايه، والعياذ بالله بيبقى فيها الحاجات دي بالذات بيبقى فيها قلق شوية كتير، فما بحبش انا الحاجات دي. فبحب اعمل الحاجة في البيت اخترع لها كده المنظفات اللي احنا بنعملها، فتبصي تلاقي الحاجة طالعة اللهم بارك كده. بصي البطانية بعد ما اتغسلت بتنور حرفيا والله العظيم بتنور. ده بقى عمرها ما هتطلع لك كده من الدراي كلين ابدا مهما تتكلمي ومهما تقولي لي. بصي المكان معروف ومستواه حلو في النظافه، صدقيني بيبقى كل دي بيحطوا حاجات شديده شويه في التنظيف بتخلي الحاجه تطلع نظيفه، بس مش اللي هي بقى النظافه اللي هي على الرايق زي ما احنا بنعمل كده، لا بتبقى حاجات بتاكل في الانسجه بتاعت المفروشات عشان ينضفها لك بسرعه وينجزك بسرعه، وشويه معطر يرميهم عليهم وخلصت القصه على كده. لكن احنا هنا بنستخدم حاجات بسيطه واللهم بارك بتطلع لنا حاجتنا زي الفل بايدينا في بيتنا ومن غير مجهود. زي ما حضرتك شفتي كده البطانيه زي ما حضرتك شايفه بتنور اللهم بارك اللهم بارك تحفه يا بنات. زي ما انت شايفه كده دي النهايه، ودي اخر ما عملتها بصراحه. بتصفيها تماما بقى خالص، اهم حاجه قبل ما تنشريها بتصفيها حلو جدا وسيبيها بقى طلعيها بقى. ما شاء الله تبارك الله. دمتم في رعايه الله واترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.